اللهم اهدنا لصالح الأعمال واقض لنا الحوائج والآمال، يا من لا يحتاج إلى السؤال، يا عالما بما في صدور العالمين، يا أكرم الأكرمين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي متابعين قناتي وقناتكم زينب، أتمنى إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أحسن صحة وأحسن الأحوال. اليوم هو اليوم 16 من شهر رمضان، وراني رايحة نشارك معاكم الوصفة نتاع حلوة الطابع. كنت سبق أني شاركتهم، ولكن يعني فضلت أني نعاود نشاركها معكم بجودة جيدة وصورة واضحة إن شاء الله. كما راكم تشوفوا المكونات اللي راهم أمامنا، نحتاج إلى كيلة من البيض. ما نقدرش نعطيكم عدد الحبات، لكن الكيلة اللي تستعملوها هي اللي تكملوا بها. كيلة من الزيت، كيلة من السكر، ونصف كيلة من المايزينا أو النشا، ملعقتين ولا ملعقة من الججلان اختياري، ملعقتين من الفانيليا، و4 أكياس خميرة حلويات مبشور البرتقال أو الليمون. في الباسينه نتاعي نحط انايا كامل المكونات اللي عندي. انايا الكيلة نتاع اليوم خذات لي 7 حبات بيض، تقدروا ديروا 6 حبات بيض وتواصلوا العمليه. تحطي كامل لي زانغريديون تاعك في الباسينه نتاعك ولا في القصعه ولا فاش تخلطي، وتخلطيهم باستعمال الفوي حتى يولي عندك خليط شبه ابيض. يعني كاع هاد المكونات، وتبشري البرتقال. البنات، البرتقال ولا الليمون شيء ضروري في حلوة الطابع نتاع زمان. يعني انتيا لازم يكون عندك مبشور البرتقال في الثلاجة وتستعمليه، ولا كان عندك يعني طازج حاجة مليحة. ثم ضفت نصف كيلة من النشا أي المايزينا، ونخلطها مليح. شتو المايزينا طير في الهواء، فغير بشويه. انا غير راني مسرعت لكم الفيديو باش ما يجيش الفيديو ممل وتدوا الوصفه بحذافيرها. نبداو نضيفوا في الفارينه، ومع الفارينه نضيفوا هذيك الكميه نتاع خميره الحلويات. انا جاتني 7 حبات من البيض، درت 4 اكياس من خميره الحلويات. نتيا الا درتي 6 حبات بيض ديري 3 اكياس من خميره الحلويات، لانه كل حبتين من البيض تقابلها كيس من خميره الحلويات. ادوها قاعده في الحلويات نتاعكم. هذا القاعده نتاع 2 حبات بيض تساوي كيس خميره حلويات. المهم انايا راني نخلط في حلوة الطابع نتاعي في العجينه نتاعي، يعني نعجنها، ماشي ندلكها البنات، راني نخلط غير كيما هكا، نخلط باستعمال الاصابع ونخلط، ماشي ندلك، لانه تعرفوا الفارينه تطلق الخيط، وإلا فات منك وعجنتيها دلكتيها غايه راها رايحه تطلق لك هذاك الخيط وتولي لك شغله كي تخدمي في الخبز، وممكن تولي الحلوى نتاعك يابسه تضربي بها كافر يشهد. المهم وصلت للقوام نتاعي، اللي هو انه كي تلمسي العجينه نتاعك بيدك اللي ما خدمتيش بها ما تتلصقلكش في اليد، وهذا هو القوام اللي انا نحوسو عليه. بعد ما نعجن نخلط الخليط نتاعي مليح، نبدا نخدم فيه في سطح العمل. والطريقه راها باينه البنات، ما كاش اللي ما تعرفش تخدم حلوة الطابع، لانه هذه الحلوى تقليديه ما زمان جداواتنا واماتنا كانوا يخدموها، ورانا على هذيك السيره وتعجبنا بزاف مع القهوه بالحليب. واش نحتاجو الوراق وسباتيلا والقطاعات اللي تحبي تقطعي بها قطعي بها، لكن الاختيار في اختيار الشكل. أنا درت الفارينة في سطح العمل ونبسط العجينه نتاعي البنات، كي نسرحها ولا نحلها بالحلال البنات ما غادياش نديرها رقيقه وما غادياش نديرها غليظه، رايحه نوري لكم السمك قداش يكون كاين. يعني ما ديريهاش رقيقه تولي لك كما لي غاليط هكا رقيقه بزاف، وما ديريهاش غليظه حتى تولي لك كما الخبزه وتولي غير عجين.
عينك ميزانك. تكون واحد ماشي 1 سنتيم، نصف سنتيم يعني هكاك. مهم ما تجيكش غليظه وصاي، انتي راكي تعرفي. مهم تقطعيها بالقطاعات بهذا الشكل، وشوفوا السمك اللي لازم يكون في حلوة الطابع. البنات وجات هايله يا البنات، كي كنت نطيب في هذه الحلوى ولا اروع، الريحه كانت قالبه الدار. وعلاش؟ خاطرش درت لافاني جديده، ودرت ايضا مبشور البرتقال، كان طالق واحد الريحه تهبل. البنات ما تنساوش كي تديروا حلوة الطابع ديروا هذا المكونين الرئيسيين فيها وتجيه باليه البنات. المهم انا نقلع الحبات نتاع هذا حلوة الطابع ونديرهم في الصينيه اللي نكون يعني رمتها بشويه نتاع فارينه. وإلا نتيا تبغي ديري ورق الطهي ديري ورق الطهي كما تحبي يعني. وبعدها البنات غادي نخفق شويه حبه نتاع بيض ولا حبتين من البيض، لانه انا يعني اليوم درت كميه كبيره ما شاء الله. فنخفق 2 حبات نتاع بيض، نخفقهم مليح مليح. وراه عندي هذاك الفرميسال الملون، وايضا غادي ندير حبات بالسكر. فباستعمال الفرشيطه، غير بالفرشيطه البنات نخلط مليح مليح هذاك البيض حتى ما يبقاوش فيه هذوك الخيوط نتاع بياض البيض. يعني ركزوا في هذه النقطه مليح مليح، ما لازمش يكون هذاك بياض البيض قاعد كيما هكاك. خفقيها مليح مليح هذاك البيض وضيفي له دركا نتيا الى عندك هذاك المعطر تاع الكراميل، ضيفي الى عندك اي معطر هكا باش يدي لك هذيك الزفاره زيديه. انا نضيف هذا معطر الكراميل باش يعطيني واحد الكولر ويدي لي الزفاره تاع البيض. ولا تبغي تضيفي لها ايضا واحد شويه نتاع القهوه ولا نيسكافي اللي عندك، ايضا ضيفي هذيك غير شويه نتاع القهوه ولا غير شويه تاع نيسكافي وخلطي غايه غايه باش يدي لك هذيك شويه، يدي لك واحد الكولر، وايضا يدي لك هذيك السفوريه اللي ماشي مليحه في الكاطو كاع. فانا نخلط مليح مليح حتى يمشي هذاك الخيط نتاع بياض البيض كاع ما يقعدش، ونبدا ندهن في هذوك الحبات نتاع الحلوى نتاعي. البنات والله يعني هذا لي زاستيس اللي راني نقول لكم عليهم خذوهم بعين الاعتبار باش يعني تكون عندكم حلوى بنينه، ومام كي تكون طيب هكا تعطيك واحد النكهه نتاع العيد ونتاع الفرحه ونتاع اكو عارفين. المهم انا بديت ندهن في الحبات نتاع الحلوى نتاعي، وغادي ندير نصف نديرهم بالفرميسال ونصف نديره بالسكر كما زمان كما بكري. يعني كانوا يديروا نص هكا بالحلوى هذيك ونص بالسكر. وهذا ما كان صديقاتي. بعد ما نكمل التزيين تاع هذه الحلوى ندخلها للفرن، ديجا راه يسخن في هذه الاثناء اللي راني نحضر في الحلوى، راه يسخن باش يسخن لغايه. وندخل فيه الحلوى الطيب ونقص عليها باش تطيب غير في غرضها، باش تطيب لي من برا ومن الداخل. يعني ماشي نخرج الحلوى نتاعي وتكون ناقصه طياب من الداخل ولا معجنه، ولا لازم تجيني الحلوى نتاع الطابع خفيفه. مرات انا نشوفوا واحد الحلوى نشروها، هذه حلوى الطابع نشروها من برا ولا من كاش حانوت، ولا هي البنات لا تجي ثقيله ثقيله بزاف من كثر العجين اللي فيها. فلازم تطيب على غرضها والفرن يكون ساخن ديجا. فانا حطيت هذا الفرميسال الملونه. شفتوا الاطفال وخاصه في العيد يحبوا هذه الالوان الجميله. كما كنت تشوفوا هذا هو اللون اللي خذاته الحلوى نتاعي، طابت من تحت وطابت من الفوق، خذات هذيك التحميره وطابت حتى من الداخل. المهم صديقاتي يعني اللي بغات تخدم هذا الحلوى كمشروع والله يعني مشروع ناجح 100% ان شاء الله. ربي يفتح على كل وحده راه ناويه تخدم وتكسب الرزق الحلال في حياتها. ربي يوفق كاع الناس ان شاء الله اجمعين. فقط هذاك الحقد وهذاك الغل ماشي مليح والله ما مليح.
هذا هو الشكل النهائي نتاع الحلوى نتاعي بصحه زبوناتي الغاليات. ان شاء الله كي توصلهم هذه الحلوى يردوا عليا بالخبر وبالبنه ان شاء الله يا ربي. تهلاو لي في رواحكم، صحه سحوركم والسلام.